لعشاق مسلسل الفايكنج، تعالوا شوفوا شو لقيت. مع رحلة الاكتشاف السويد مع ويغو وصلت لهون، لمدينة بيعود تاريخها لعصر الفايكنج وبتطل على بحر كاتيغات اللي كل متابعين المسلسل بيعرفوه بالتأكيد. فالكنبيري لؤلؤة الساحل الغربي السويدي واللي فيها من كل شي شوي، بس هالشوي بحد ذاته كتير. أول محطة كانت من فوق تلة فيها قبر قديم بارتفاع أكثر من 3 أمتار، وبتقول المعلومة إنه بيعود لملك من ملوك الفايكنج واللي كان حاكم لهالمنطقة. المكان عالي وبيطل على كل المدينة، فبتحس إنك عم تتفرج على الماضي بس من فوق. المحطة الثانية كانت لجسر تولبرون، جسر حجري قديم بيربط طرفي المدينة وبيمر من على واحد من أجمل أنهار السويد، نهر إيترن. من عند الجسر أخذت مسار قديم ماشي على طول النهر، وفجأة مسرح بالهواء الطلق. المكان كان ساحر. هون كل سنة بيصير في مهرجانات وعروض ومسرحيات، والناس بيجوا من كل السويد ليحضروها تحت السماء وبين صوت المي وهدوء المكان. أنا شخصياً حبيت المكان كتير، خصوصاً لأني دارس مسرح، وخشبة المسرح بالنسبة إلي إلها معنى خاص. وأنا وعم خبركن حكاية هالمدينة اكتشفت إنه فيديو واحد ما بكفي، ولهالسبب قررت خبيلكن باقي الأسرار لفيديو جديد. استنوني.